السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رجعت لكم بعد غياب طويل قوي. انا عارفه والله راجعه لكم رقبتي قد السمسمه، عشان بجد يعني بص، هو انا عندي اعذار كتير جدا، بس الغياب ده انا عمري ما كنت اتوقع ان انا اغيب عنكم كل المده دي، لانه فعلا انا اتعودت على التصوير والمونتاج وكل الكلام ده، وكنت مجهزه فيديوهات. الفيديو اللي انتوا هتشوفوه النهارده ده اصلا متجهز بقاله فتره طويله، تمام؟ يعني بقاله حبه حلوين، بس يعني هبقى احكي لكم ان شاء الله في خلال الفيديو ايه السبب وايه هو سبب غيابي وكل الكلام ده. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض في الفيديو تنظيف عميق للشقه، استعدادا لايه؟ استعدادا للسفر، تمام؟ ان شاء الله ان شاء الله انا هسافر بره مصر، وطبعا لازم ان انا يعني انعنش الشقه كده قبل السفر، عشان ارجع انضفها تاني بعد السفر عادي جدا يعني مش هتفرق. بس مش عارفه، كنت حاسه إن نفسيا كده ان انا محتاجه الشقه تبقى نظيفه وتبقى رايقه، ويعني بس تمام. و هنشوف مع بعض كده، يعني لما احب ان انا اروق الشقه ترويق عميق، هو بصراحه يعني في حاجات كتير قوي ما صورتهاش. يعني الاوض مثلا ما صورتهاش، جوه الحمام، عشان انا حسيت ان انا بصور لكم الحاجات دي كتير، فقلت اجرب النهارده اصور لكم حاجه جديده بقى، اللي هو المسح والتسييق وكل الكلام ده. فان شاء الله هنتفرج خلال الفيديو. بصوا، سبب غيابي غالبا ان انا فعلا يعني في لخبطه كتير قوي قوي حصلت في حياتي الفتره الاخيره. يعني حوار السفر ده ما كانش متخطط له خالص. يعني كنت الصراحه يعني موضوع ما كنتش متحمسه له. كنت قلقانه من حته ان انا يعني ان شاء الله هسافر لوحدي مع سولي، يعني مع بيبي صغير عنده 7 أو 8 شهور. هسافر لوحدي بره مصر وهركب طياره، يعني فاهمين؟ اللي هو كان بالنسبه لي حاجه كده مخيفة قوي، بجد بجد الفكرة نفسها كانت بتوترني، لدرجة ان انا كنت بحاول اهرب منها، رغم انه هدف السفرية نفسه حلو. يعني ان انا ان شاء الله اشوف اهلي، ان اهلي مش عايشين في مصر. لو انتوا ما تعرفوش، اهلي مش عايشين في مصر، ف يعني كانوا وحشيني. يعني فترة اللي هي السنة اللي كنت فيها حامل دي، انا للاسف ما يعني ما عرفتش اسافر ولا اشوفهم. كانت ماما بس هي اللي جات لي. ف وحشني قوي، يعني عايزه اقول لكم اخواتي وحشني جدا وبس زي ما انتوا عارفين. بس الفكرة ان انا اسافر اركب طيارة مع بيبي عنده 7 شهور لوحدي تماما، وانا عمري ما سافرت لوحدي اصلا. يعني حتى وانا ما عنديش بيبي ولا اتجوزت، على طول بسافر مع اهلي او مع مثلا اخويا مع كذا، مش بسافر لوحدي نهائي. فكانت بالنسبة لي طبعا حاجة موترة جدا جدا جدا. كنت حاسه بجد ان انا مش عارفه اصور لكم، مش عارفه ازاي. يعني الموضوع كان معاكنين عليا الصراحه. بس قررت ان انا اخوض التجربه واحاول ان انا اكون كده شجاعه. ولكن يعني لحسن حظي انه الحمد لله شاءت الظروف او شاء ربنا طبعا قبل اي ظروف، انه اخويا يعني يقرر هو كمان يسافر في نفس التوقيت. فرحت معاه والحمد لله كان في ونس. وكانت بصوا، انا مش عايزه احرق لكم الفيديو الجاي، لان الفيديو الجاي هيكون الطياره، هيكون فلوج السفر، وصورت لكم في المطار وصورت لكم في الطياره، ويعني وصورت لكم كمان في بيت اهلي. انا حاليا خلاص عند اهلي، بس طبعا زي ما قلت لكم انا بمنتج الفيديو متاخر، فاهمين؟ يعني بصراحه في كذا حد على الانستجرام سالوني انت فين وغايبه ومش عارف ايه. يعني انا عايزه اقول لكم بحبكم قوي، الناس اللي بتلاحظ غيابي. انتوا والله العظيم انتوا اللي بتشجعوني ان انا اصور ومنتج في اوقات ممكن تكون زحمه او صعبه زي الاوقات اللي انا بمر بيها دي. لكن يعني قد ما اقدر بحاول ان انا اكون متواصله معاكم، عشان يعني اكتشفت ان في ناس فعلا بتستنى. يعني في ناس عارفين اللي هو مش مجرد اللي هو ايه ده، في حد نزل فيديو جديد اما نشوف بقى بيحصل ايه كده حبه صغيرين ونطلع. لا، هم ناس فعلا بيقلقوا عليا كانهم صحابي بالظبط.
يعني عايزه اقول لكم والله العظيم وانا كمان بقلق. يعني تخيلوا ان لما حد مش بيعمل كومنت على فيديو ليا من الناس اللي متعوده عليهم، يعني ساعات بحس ان انا فعلا يعني قلقانه عليهم. بعدين اقول لا معلش، يعني ما هو يعني مش شرط، ممكن الفيديو مش قدهم، مش ممكن هم مشغولين بحاجه حلوه مثلا، زي ما انا انشغلت عنكم الفتره اللي فاتت بحاجه الحمد لله حلوه، وربنا ان شاء الله ما يجيب اي اخبار وحشه ولا اي حاجه وحشه باذن الله، ولا ليا ولا ليكم باذن الله. بس زي ما انتم شفتوا انا حاولت ان انا ايه اروق ترويقه كده حلوه، بالذات في الصيف بقى الحاجه، يعني عارفين بقى المسح ورش المعطر والمسح الارضيات والميه بقى كده بتخلي البيت ينتعش، بتخلي البيت كده ايه يرجع كده ايه انتعاش كده، وريحته حلوه وساقع شويه، يعني شويه صغيرين قوي. عايزه اقول لكم الجو رطوبه جدا جدا في مصر، وكمان في البلد اللي انا فيها الجو رطوبه جامده قوي قوي. بس يعني يعني الدنيا بتمشي بقى بالتكييفات بقى بالمراوح بالمش عارف ايه، بس هو فعلا جو مصيف. يعني انا كنت قلت لكم الفيديو اللي فات انا مش هروح مصيف طبعا بسبب ان انا مسافره، تمام. بس فعلا الجو عايز مصيف. انا انصحكم لو انتوا يعني ايه في ايدكم ان انتوا تنزلوا مصيف، انزلوا بلبطوا في الميه كده ايه وفكوا شويه، عشان فعلا الرطوبه فظيعه. احنا المشكله ان احنا في شهر 7، امال لما يبقى شهر ان يدخل شهر 8 يحصل فينا ايه؟ يعني ده السؤال اللي انا على طول بساله لنفسي. يعني لما ده شهر 7 امال شهر 8 ايه بقى؟ خير ان شاء الله ربنا يستر. بصوا هنا كنت بوريكم خلاص بقى بمساحة الارضيات وكده، دخلت على المطبخ كان يعني كان بصراحة مبهدل خالص خالص. الحلة دي كان فيها عناب، كنا غاليين عناب وكده، تمام. بس ايه احاول ان انا انضف حوالين الحله دي مش هحركها. طبعا اليوم اللي بيبقى فيه تنظيفات عميقه مش بعمل فيه غدا غالبا، يا اما بنعمل مثلا كبده اسكندراني او بنطلب اكل من بره، او يعني بنمشي نفسنا باي حاجه كده خفيفه، وده اللي حصل يومها. ف يعني عايز اقول لكم تعبت جدا جدا على فكره والله في التنظيف ده. ممكن يبقى بالنسبه لناس خارقه جدا، ده عادي، يعني ده عادي احنا بنعمله كل يوم، عارفين الناس دي. بس انا لا، انا مش بعمل كده كل يوم خالص الصراحه. انا انسانه طبيعيه يعني بحاول قد ما اقدر ان انا اروق بيتي، ولكن الشغل ده كله مش مناسب طبعا لحد الواحده عندها بيبي اصلا عنده شهور، ولا هو اصلا مناسب لاي حد الصراحه. يعني غير لو حد عنده طاقة مثلا فظيعة، او ان هو بياخد الحاجة على مراحل يعملها على مراحل. فانا يومها الصراحة تعبت، ولكن كانت دي فرصتي الوحيدة، لاني كان سولي مش في البيت يومها، كان عند جدته، فكان عندي فرصة ان انا اروق. وكنت عايزة اخلص الصراحة عشان افضى بقى ان انا ارتب شنطتي، شنطة السفر وكل الكلام ده. فالحمد لله ان انا عرفت اخلص قد ما اقدر. زي ما قلت لكم انا عملت الاوض كمان بس، ولكن ما صورتهاش عشان يعني ما طولش عليكم الفيديو جامد. ولكن الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتشوفوا يومياتي في بيت اهلي. حاولت اصور لكم شويه من مقتطفات، حاجات كتير قوي، نشاطات عملتها، خروجات يعني. وهحكي لكم كمان عن شعوري بعد ما بقيت مامي لأول مرة، أهلي بعد ما شافوا ابني سولي لأول مرة. حاجات كتير قوي الصراحة جديدة عليا المرة دي، مختلفة تماما عن المرات اللي فاتت، يعني أو عامة عن حياتي اللي هي قبل كده، تمام. يعني في حاجات حلوة الصراحة هنتكلم عنها إن شاء الله في الفيديو الجاي. ادعوا لي بس إن أنا إيه أفضل أمنتج. أنا عايز أقول لكم أنا سهرانة دلوقتي الساعة 3 الفجر عشان اعمل لكم فويس اوفر على الفيديو ده، لانه انا بجد يعني يعني كده اتاخرت قوي قوي في التنزيل. يا رب تكونوا لسه فاكريني وعارفين انا مين اصلا، يعني ان شاء الله، عشان انا هزعل منكم قوي بجد لو ما لقيتش تفاعل على الفيديو ده. انا عايزه لايكات وكومنتات، والناس اللي مش عامله سبسكرايب تنزل وتشترك في القناه، عشان غالبا اليوتيوب مش هينشر قوي الفيديو لانه اتاخرت فيه جامد، فهو شايف ان القناه دلوقتي مش اكتف. بس انتوا ان شاء الله هتحاولوا، الناس بالذات اللي هي مشغله النوتيفيكيشن او ان هي مستنيه مني فيديو، باذن الله انتوا هترفعوا لي الفيديو ده عشان اتشجع واخد من الوقت
القليل جدا اللي بيبقى في يومي، وامنتج لكم فيديوهات تانية بقى، فيديو السفر، فيديو الطياره، وكل الكلام ده ان شاء الله باذن الله. هي كلها حاجات جاهزه عندي، ولكن معرفش انتوا مجربين او لا بقى بيت العيله والدوشه مش هحكي لكم بقى. انا يعني انا اصلا الحمد لله مبسوطه وعايزه اقضي كل دقيقه مع اهلي واخواتي، عشان فعلا الوقت ده حسيت بقيمته بعد ما بقيت لوحدي. واكيد اي حد فاهم انا بقول ايه. بصوا كده المطبخ بقى عامل ازاي دلوقتي، بقى بيلمع ازاي. الحمد لله كده خلصنا، ونقدر نقول ان الفيديو كده خلص، ومع السلامه، باي باي.